بيبدأ الفيلم بمزاد على عربية بوجاتي نادرة مفيش منها غير 2 بس في العالم، وبيرسل مزاد على واحد اسمه جاك واللي خلص فيها على 41 مليون. وبيخرج جاك بالعربية وفي الطريق بيكون مستنيه أندرو وجريد، 2 حرامية بيسرقوا العربيات النادرة والغالية. وبيبدأ أندرو يتعصب لأن جاك لسه ما ظهرش ويتخانق مع جريد لأن هو صاحب فكرة سرقة العربية. وفجأة بتظهر عربية نقل وبيعرفوا إنها جواها العربية اللي عايزين يسرقوها، فبينط أندرو على العربية النقل وكان هيقع لكن جريد بيلحقه بعربيته، فبيسند أندرو على العربية ويرجع تاني للعربية النقل. فبيسوق جريد عربيته قدام العربية النقل وبيهدي علشان السواق يفرمل، بس جاك بيطلع مسدس وبيهدد السواق عشان يخبطه، وفعلا السواق بيخبطه وجاك بيطلع مسدسه ويفضل يضرب عليهم نار لحد ما المسدس يفضى. واول لما مسدس جاك فضى جريد نط على العربية النقل وقطع اسلاك الفرامل عن المقطورة، وفتح أندرو الصندوق وركب هو وجريد العربية البوجاتي اللي لسه دافع فيها جاك 41 مليون دولار. فبيطلع جاك فوق المقطورة وبيضرب نار عليهم، فبيضرب كاوتش عربية جريد والعربية النقل بتتقلب وبيهرب جريد وأندرو. وبعد كده بيروح أندرو وجريد يحتفلوا إن عملية سرقة العربية تمت بنجاح. وتاني يوم بيروحوا لواحد اسمه جيمي، وبيطلع جيمي ده اللي هو كان طالب منهم ان هم يجيبوا له العربيه، وبيقول لهم انا قلت لكم انا عايز العربيه، ما قلتلكوش يسرقوها. فبيرد عليه اندرو ويقول له احنا على باب الله هنجيب ثمنها منين. وجريد بيكمل كلام اندرو ويقول لجيمي هو انت ليك اكل ولا بحلقه؟ العربيه قدامك اهي، ادينا فلوسنا بقى ومشينا. فجيمي قال له انت عبيط يا ابني، الراجل انت سرقته منه العربيه ده راجل خطير ومش هيسيبنا. وبيشتبك اندرو وجريد مع رجاله جيمي وبياكلوا علقه موت لحد ما بيدخل عليهم جاك ويرفعهم كلهم بالبندقيه. فجيمي بيجيب ورا ويقول له والله يا كبير ما كنت اعرف انها عربيتك، يا عم العربيه اهي واللي سرقوها هم، وعيش وسيبني عيش. فجاك مرضيش يقتل اندرو وجريد، بس سانكس جاد خدهم لمورر رجل الاعمال اللي امر جاك اللي هو دراعه اليمين انه يسرق العربيه عشان يقتلهم هو. مورر قعد يحكي لهم قصه كفاحه من ايام ما كان نشال صغير لحد ما ربنا كرمه وبقى حرامي كبير ورجل اعمال قد الدنيا. مورر امر رجالته يفكوهم وقال لهم تعالوا معايا هفرجكم على انجازاتي قبل ما اقتلكم. وبياخدهم مورر على الجراج بتاعه وهناك بيلاقوا كميه رهيبه من العربيات النادره. وبعد ما خلصوا فرجه قال لهم مورر يلا بقى ما عطلكوش وعمر سلاحه عشان يقتلهم. فاندرو وجريد قالوا له انهم عندهم خطه لسرقه اغلى واندر عربيه في العالم. وبدا اندرو يحكي له قصه عن رجل غني جدا اسمه ماكس، وقد ايه انه كان طفل مدلل ومن عيله غنيه جدا. ويكبر ماكس ويدخل الجامعه وكان اصغر من كل دفعته ب3 سنين، وده كان بفضل معدل ذكائه. ويتخرج ماكس ويمسك كل اعمال العيله. ولما وصل ماكس لسن ال30 ابوه ساب له امبراطوريه وعربيه فيراري موديل سنه 1962، والعربيه دي اصلا ثمنها 50 مليون دولار ومفيش منها غير قطعه واحده بس في العالم اللي هي عند ماكس، واللي بالصدفه بيطلع منافس مورر في كل الشغل الخاص بيه. وعلى الرغم من ان مورر كان بيكره ماكس جدا وعجبته فكره اندرو وجريد، الا انه كان عارف ان ماكس ذكي جدا وان استحاله اندرو وجريد يعرفوا يسرقوا منه العربيه. فطلب منه جريد انه يديلهم فرصه وهم هيثبتوا له انهم قدها. فقال لهم مورر ماشي، وادالهم مهله اسبوع وامر رجالته انهم يمشوهم. وبعد ما رجاله مورر بيسيبوهم بيتمشوا شويه في شوارع المدينه، وبيطلب جريد من اندرو ان هو ياجل جوازه شويه وانه المشوار قدامهم لسه طويل ويقدر يحققوا حاجات كتير. لكن اندرو بيفاجئ جريد وبيقول له انه بعد العمليه دي هو هيبطل شغل تماما. فبيتصدم جريد جدا لانه ما كانش يعرف ان اندرو عايز يبطل شغل. بعدين يرجعوا للبيت وهناك بيلاقوا ستيفاني خطيبه اندرو، كانت قلقانه عليهم لانها فضلت ترن على اندرو طول اليوم وما كانش بيرد. فاندرو بيحكي لها كل اللي حصل مع مورر ورجالته. فستيفاني بتقرر انها تشترك معاهم في العمليه دي وانها تعرف واحده صاحبتها ممكن تساعدها في انها توفر لهم ناس يساعدوهم في العمليه. وبتاخدهم فعلا ستيفاني وتعرفهم على ديفين. وديفين كانت مسجله ومعروفه عند الشرطه بانها حراميه شاطره وايديها خفيفه. فوافق على طول اندرو يضمها للفريق، وبعد كده اتجمع الفريق كله وخدتهم ديفين لواحد شاطر جدا في صناعه المتفجرات اسمه ليون. وبيوافق اندرو يضمه للفريق، وبعدها بتاخدهم ديفين ل4 كمان من صحابها وكانوا بيشتغلوا في العربيات. فاتفقوا كلهم على انهم هيكونوا فريق واحد. بعد كده بيروح اندرو وجريد البيت، بيلاقوا واحد هناك مستنيهم وبيقول لهم انه ابن عم مورر واسمه لوران، وانه مورر امره انه ينضم ليهم في العمليه دي ويتابع كل تحركاتهم، مشرف عليهم يعني. كمان لوران بيقول لهم انه يعرف حد من جوه عيله ماكس اسمه جون، وده اللي هيساعدهم في الوصول لماكس. وفعلا بياخدهم لوران وبيروحوا لجون واللي بيكون مش طايق لوران. وبتحاول بعدها ستيفاني تقنع جون بان اندرو وجريد اشطر سواقين في العالم وانه هيستفاد منهم جدا لو شغلهم معاه. فبيقول لهم جون انه عايز يختبر قدراتهم في السواقه، ويعدي جريد بتفوق من الاختبار اللي حطوه له جون في انه يلف بالعربيه بسرعه كبيره من غير ما الازازه تقع. اما بالنسبه لاختبار اندرو كان انه يوقف الطياره باي طريقه، والا جون مش هيوافق انهم يشتغلوا معاه.
فبيكلم اندرو جريد وبينطلقوا هما الاتنين ناحيه المطار، والشرطه بتفضل تطاردهم لحد ما بيتخلصوا من كل عربيات الشرطه اللي بتطاردهم، وبيعترضوا مسار طياره لحد ما ينجحوا يكسروا مروحيه الطياره، فبالتالي مستحيل تطير. وفعلا بينبهر جون من براعتهم في السواقه، بس بعد كده بيقول لهم ان الطياره دمروها دي بتاعت ماكس، ومهبط الطيارات ده كله بتاعه، وزمانه دلوقتي بيدور عليهم. فجون بيقول لهم هتيجوا معايا نروح لماكس بما يرضي الله، ولا يبعت هو رجالته ياخدوكم بما لا يرضي الله؟ فبيوافقوا يروحوا معاه، وبياخد جون اندرو وجريد وستيفاني ومعاهم لوران ابن عم مورر ويروحوا لماكس. وماكس اول ما بيشوفهم بيقول لهم انتوا عارفين الطياره اللي دمرتوها دي بكام؟ فجريد بيقول له انه لو وافق يشغلهم معاه هيكسبوه اكتر من ثمن الطياره بكتير. وبيفضل اندرو يقنعه بمهاراته هو وجريد في سواقه العربيات لحد ما بيوافق ماكس يشغلهم معاه. وهم ماشيين لوران بيقول لماكس ما تفرجنا يا عم على الجراج العربيات النادره بتاعتك. فماكس بيستغرب من كلام لوران جدا ويقول له انا عارف انك ابن عم مورر. فلوران بيقول له انه مش بيحب مورر لانه بيعامله كانه واحد من الخدم، وبيصدقوا ماكس وبياخدهم يتفرجوا على جراج العربيات النادره اللي عنده. وهناك بيلاقوا العربيه الفيراري اللي عايزين يسرقوها. وبعد كده يرجع اندرو وجريد على البيت وبيفضلوا يتكلموا عن الخطه اللي هيسرقوا بيها العربيه، وبيكونوا خايفين المره دي لان هيعتمدوا على ناس اول مره يشتغلوا معاهم. وفي نفس الوقت بتكون ستيفاني في السوق وبيظهر لها جاك وبيحاول يخطفها، وستيفاني تحاول تهرب منه لكن بيكون معاه رجاله كتير وبيقدروا فعلا يخطفوا ستيفاني. بعد كده بيعرف اندرو وجريد من ديفن ان مورر خطف ستيفاني، فبيتعصب جدا اندرو وبيروح لمورر وبيضرب جاك، وبياخدوا مورر عشان يشوف ستيفاني واللي كان مكتفها وحاططها في الجراج. وبيهدد مورر انه هيقتل ستيفاني وهيقتلهم كلهم لو ما جابوش العربيه ونفذوا الاتفاق. فمورر بيقول لهم انه لازم يقابل الفريق بتاعهم كله ويعرف خطتهم، وفعلا بيقابلهم كلهم واندرو بيشرح له الخطه. وفجاه يخش عليهم ماكس وبيقول لمورر انا عارف انك عايز تسرقني بس مش هتعرف، وبعدين يسيبه ويمشي. ويتعصب جدا مورر ويأمرهم انهم ينفذوا العمليه وان هو هيجي معاهم بنفسه وهو اللي هيسوق العربيه الفيراري بتاعت ماكس. وبعدها بيقعد اندرو وجريد مع لوران وبيدخل عليهم 2 ظباط وكانوا شاكين انهم هما ال3 بيخططوا لحاجه، والظابط وعدهم انه مش هيقبض عليهم، فبيمثلوا خناقه عشان الظباط يفتكروهم مش طايقين بعض. وبيضرب اندرو لوران علقه موت لحد ما الظباط هما نفسهم فضوا الاشتباك. وبيروح لوران لستيفاني وبيكون متعصب جدا وعايز يضربها، لكن ستيفاني بتقدر تسرق منه مفتاح الاوضه اللي هي كانت محبوسه فيها. بعد كده بيروح مورر للمكان اللي اتفق يتقابل فيه مع اندرو عشان يسرقوا عربيه ماكس، لكن بيظهر فجأة الاتنين ظباط وبيقولوا انه سلم نفسه، لكن بيطلعوا مش ظباط شرطة. وبيؤمر مورر جاك انه يضربهم بالنار، وجاك بيعمل كده فعلا. وبعد كده بيفهم مورر ان اندرو وعصابته خدعوه عشان يسرقوا عربياته هو مش يسرقوا ماكس، وبيسوق بسرعة عشان يرجع على البيت. وفي نفس الوقت بيوصل اندرو وعصابته على بيت مورر عشان يسرقوا عربياته، وبيكونوا لسه هيفجروا مدخل البيت، لكن ستيفاني بتكون هربت وبتفتح لهم. بعد كده بتدخل العصابه لجراج عربيات بعد ما فجروا المدخل بتاعه، وكل واحد من العصابه سرق عربيه وهرب بيها. وبيركب رجاله مورر عربياتهم عشان يوقفوهم، لكنهم بيكونوا زارعين متفجرات في العربيات بتاعتهم وبتتفجر بيهم. وفي الطريق اندرو بيطلع خاتم وبيعرض على ستيفاني الجواز، وطبعا ستيفاني بتوافق. وفي الوقت ده بيكون مورر ولوران بيطاردوهم، فبيحاول اندرو وجريد يهربوا منهم. وفضلت المطارده ما بينهم لفتره طويله لحد ما خبطت عربيه لوران في عربيه نقل ومات. وبعد كده بيبداوا في تنفيذ بقيه الخطه، وانهم هيعدوا من على جسر ويرموا عليه متفجرات عشان محدش يعرف يعدي من عليه، لكن المتفجرات انفجرت بسرعه قبل ما يعدوا من على الجسر. لكن اندرو ساق بسرعه جدا لحد ما قدر يوصل للناحيه التانيه بسلام. وفي نفس اللحظه بيوصل مورر وبيلاقي الجسر متكسر، لكن بيقرر انه يلحقهم من طريق تاني. وبيوصل اندرو وجريد وبقيه افراد العصابه بتاعتهم للمينا، ومورر كمان بيوصل معاهم في نفس الوقت. فبيقف اندرو وجريد ويقولوا لمورر انه لازم يتقبل انه خسر، لكن مورر بيسوق ناحيتهم عشان يقتلهم. وبيفضل اندرو وجريد واقفين ومورر بيقرب عليهم، بس قبل ما يوصل لهم بيخبطوا اتوبيس وبيقع في الميه. وبتنزل ديفن من الاتوبيس وبتكون هي اللي خبطت مورر عشان تنقذ اندرو وجريد وتقول لهم ان اللعبه خلصت وانهم بقوا في امان. وبعدين بتعترف لجريد انها بتحبه، وبيدخلوا كلهم بعد كده على المينا، وهناك بيلاقوا الاتنين ظباط واللي بيطلعوا شغالين مع اندرو وجريد. وبعد كده بيظهر ماكس واللي بيطلع كان اصلا متفق مع اندرو وجريد من البدايه، وانهم سرقوا العربيه البوجاتي عشان يعرفوا يوصلوا لمورر عشان يسرقوا عربياته النادره. وبعد كده بتظهر ديفن ومعاه عربيه ماكس الفراري، ويتضح انها سرقتها منه لما كانوا في المينا. فهنا جريد بيبص للعربيه ويقول لهم انهم كده مش محتاجين يسرقوا عربيات تاني، لكن ستيفاني بتقول لهم ان في عربيه نادره مفيش منها بس غير 9 في العالم، فبيوافقوا انهم يسرقوها وبيعتبروها دي هتبقى اخر عمليه في حياتهم. وبكده الفيلم يكون خلص. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو اول مره تشوفنا. وبس كده، سلام.